السلام عليكم. انا الدكتور علي الرشيدي، اخصائي التغذيه العلاجيه، والنهارده هكلمكم على واحد من انظمه كتير بنستخدمها في تغذوي ساعدت حالات كتير كانت متابعه معانا الفتره اللي فاتت ان هي تنزل في الوزن وتوصل للهدف بتاعها. ميزه النظام دوت ان هو بيحقق نتائج هائله جدا على مستوى النزول في ارقام الميزان، كمان على مستوى التوقيتات، كمان بيراعي نقطه معينه جدا وهي نقطه الرجوع في الوزن او ارتداد الوزن اللي بيحصل مع انظمه دايت كتير بنمشي عليها، واول ما نوقفها بنرجع للميزان تاني. اهم حاجه لما تيجي نمشي على الدايت ان احنا نحط خطه طويله الاجل ليها هدف على المدى القصير ان احنا نحقق كام كيلو كده على المدى القصير، وهدف على المدى البعيد، والضمان الوحيد للوصول للهدف ده هو الاستمراريه، وان احنا يكون عندنا حلول لاي مشاكل ممكن تواجهنا واحنا ماشيين في الرحله بتاعتنا. النظام اللي احنا بنتكلم عنه هو نظام سترايف ان 4، ودوت بيعتمد على 4 مراحل اساسيه. اول مرحله وهي مرحله الديتوكسيفيكيشن، ودي بتبقى من يوم ل3 ايام على حسب الحاله اللي معايا. لو الحاله دي متعوده على انها تصوم فترات طويله، عملت دايت قبل كده، تقدر تقوم معايا من يومين ل3 ايام ديتوكس، بمشيها على يومين ل3. لو الحاله دي اول مره تعمل دايت بنمشيها على يوم واحد من الديتوكس. طبعا اليوم ده كله بنعتمد فيه على الخضار وعلى الفاكهه، بس مش بكميات كبيره، على حصتين و3 بس من الفاكهه، الخضروات بشكل اساسي. كمان بنعتمد فيه على بعض المشروبات زي الشاي الاخضر وزي اليانسون وزي النعناع، وبنشرب فيه كميات كبيره جدا من الميه، وده بيبقى يوم واحد. اول ما بخلص مرحله الديتوكسيفيكيشن اللي هي بتبقى عامله زي سويتش اون كده، بندوس على زرار كده للجسم وبننبهه ان احنا خلاص داخلين على مرحله جديده، فتبدا تفوق معايا كده. بخش على المرحله الثانيه وهي مرحله زياده حرق الجسم، ان انا اعمل اوبتمايزيشن للميتابوليزم بتاع الجسم. فلازم ااكد في المرحله ديت ان انا عايز اقلل من التهابات الجسم، ان انا ازود الاكسجين اللي واصل للخلايا، ان انا ازود الدم كمان اللي واصل للخلايا. فهتلاقيني بركز لك على اكلات معينه فيها، والمرحله دي بتقعد من 7 ل 10 ايام. فبركز على نوع بروتين معين اللي هو جاي من الاسماك، سواء التونه بقى، سواء السلمون، سواء السردين، عشان كمان غنيه بالاوميجا 3 اللي بيقلل الالتهابات. هتلاقيني بركز لك كمان على بعض الاعشاب اللي بتزود معايا الحرق وبتقلل الالتهابات زي الكركم والقرفه والجنزبيل. هتلاقيني كمان بضيف لك الدهون الصحيه اللي هي زي زيت الزيتون اللي بنقول عليها الموفا، اللي هي بتبقى برضو مضادات اكسده ومضادات التهاب، وكمان بتزود معايا من حرق الجسم. كمان هنركز فيها على الحاجات اللي بتحتوي على النيتريت زي البنجر وزي الخضروات الداكنه الخضراء اللي هي زي مثلا زي السبانخ وزي الجرجير، لان هي كل الحاجات دي كلها بتزود من وصول الدم للخلايا وبتحسن من الدوره الدمويه، وبالتالي بترفع معايا من منظومه حرق الجسم. كمان ممكن نضيف عليها بعض المكملات على حسب الحاله اللي معانا. يعني الحاله دي لو عندها نقص فيتامينات بنعوض بقى الفيتامينات، وبنبدا مرحله تعويض نقص الفيتامينات من المرحله دي، سواء كان نقص فيتامين د او نقص الحديد والانيميا. طيب خلصت المرحله دي اللي هي من 7 ل 10 ايام وزودت معايا من حرق الجسم، ببدا اخش على المرحله الثالثه اللي بنسميها مرحله الفات لوس او مرحله خساره الدهون، وديت بنعتمد فيها على نظام لو كارب، وبنزود فيها البروتين برضو على حسب الحاله اللي معايا. طيب الهدف الاساسي من المرحله ديت ان انا اخلي الجسم شغال على الدهون المتخزنه ويحرق معايا من الدهون المتخزنه، وبالتالي يبقى شغال في منظومه حرق الدهون لاطول فتره ممكنه. وبالتالي انا عايز احافظ على مستويات السكر ثابته ومستقره، مش عايز هرمون الانسولين يعلى معايا، لان هرمون الانسولين هو الهرمون اللي بيخزن دهون. لو انا حافظت على مستويات الانسولين في المستويات الثابته والمستويات المستقره اطول فتره ممكنه، يبقى الجسم هيفضل يشتغل معايا في منظومه حرق الدهون المتخزنه عشان يبدا يستخدمها لطاقه، وبالتالي هيبدا ينزل في الوزن. ممكن في المرحله ديت انا بفضل ماشي عليها لاطول فتره ممكنه لحد ما اوصل للهدف بتاعي. فهتلاقيني برضو مش سامح لك فيها بنشويات كتير، مش سامح فيها بانواع فاكهه كتير، هنشتغل بس على الفاكهه اللي سكرها قليل زي الفراوله زي التوتيات. ممكن ندخل الجوافه والتفاح بكميات قليله، بنمنع فيها النشويات خالص، بندخل الكربوهيدرات اللي هي المعقده اللي ما بترفعش معايا سكر الدم، بنعتمد فيها على الدهون الصحيه زي المكسرات وزي زيت الزيتون. فالمرحله ديت انا بطول فيها على قد ما اقدر لحد ما اوصل للهدف بتاعي. بمجرد ما اوصل للهدف بتاعي انا خلاص بخش في المرحله الرابعه اللي هي مرحله التثبيت، والمرحله دي انا ببدا ادخل لك فيها بعض النشويات وبعض الفاكهه بشكل تدريجي علشان الجسم ما يحصلوش ارتداد في الوزن ويحصل رجوع في الوزن. وكمان بنحافظ فيها على كل العادات الصحيه اللي احنا اتعلمناها في الدايت علشان تقدر تتعلم معايا وتطول معايا ان احنا نحافظ على التارجت بتاعك ده لاطول فتره ممكنه. طب ايه هي الميزه ان احنا نحافظ على الميزان اللي احنا وصلنا له دوت لاطول فتره ممكنه؟ ان جسمك يبدا يقرا ان ده الميزان الطبيعي بتاعه، ان السيت بوينت بتاعته تتظبط على الميزان ده. فلازم على الاقل 6 شهور او سنه احافظ على ميزاني على التارجت بتاعي. يعني لو كان ميزاني 100 والتارجت بتاعي 80، لازم احافظ على نقطه ال 80 ديت على الاقل 6 شهور علشان الجسم يبدا يقرا ان السيت بوينت بتاعها ان هي 80 كيلو. فبالتالي بعد كده لما ازيد لي كيلو ولا 2 الجسم يرجعني تاني لل 80 كيلو اللي انا كنت واقف عندها.
فبحافظ على كل العادات اللي انا اتعلمتها، ان انا اكل صحي، ان انا احافظ على النوم، اقلل التوتر، احافظ على الرياضه، واحافظ على النشاط البدني على قد ما اقدر، وكمان احافظ على شرب الميه بكميات كافيه. ابقى فاهم ازاي اكل الحلويات، لو انا في مناسبه حابه اكل ازاي، وبعد المناسبه دي انا حابه اعمل ايه. كل الحاجات دي احنا بنتعلمها من خلال الدايت، وبنحافظ عليها في المرحله الرابعه ديت لاطول فتره، علشان احافظ على ميزاني على الاقل 6 شهور زي ما قلنا. ده كان نظام من انظمه كتير اللي هو نظام ثرايف ان 4، ساعدنا بيه حالات كتير الفتره اللي فاتت ان هي تنزل في الوزن وتوصل للهدف بتاعها. واحنا معاكم للرد على اي استفسار، اكتبوا لنا في الكومنتات او ابعتوا لنا على رسائل الصفحه، والسلام عليكم.